أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا وتتابعنا في عناوينها. فرنسا تنحني للمغرب وتفاجئه باعتراف غير مسبوق. مصر وليبيا يطعنون المغرب بقرار يخص الصحراء. رسميا، الملك محمد السادس يقوم بزيارة إلى هذا البلد الخليجي. ونبدأ نشرتنا أكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أن الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا أصبحت تتراجع تدريجيا، وهو الأمر الذي عبر عنه استقبال الملك محمد السادس للسفير الفرنسي الجديد بالرباط كريستوف لوكورتي، ثم تعيين سميرة سيطايل سفيرة للمملكة في باريس بعد فراغ دبلوماسي غير مسبوق. لكن الأمر ينطوي أيضا على شعور بالندم من لدن المسؤولين الفرنسيين. وكشفت صحيفة لوموند في تقرير بعنوان العلاقات بين المغرب وفرنسا تخرج من مرحلة الجمود: باريس راجعت الكثير من تصرفاتها تجاه المملكة لدرجة الشعور بالندم على أشكال العنجهية التي تم التعامل بها مع المملكة، وهو ما يدور صداها حاليا داخل سفارة فرنسا بالرباط، وسط قناعة بأنه لم يعد من الممكن التعامل مع المغرب وفق المنطق القديم. ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر من السفارة الفرنسية، فإن ذوبان الجليد الذي تراكم على العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا ينتظر أن يكون بطيئا وتدريجيا، مبرزا أن العمل على ذلك من طرف دبلوماسية باريس يتم بحذر دون أي شعور بالانتصار، ومع الحفاظ على التواضع، وذلك إثر التقارب الذي أظهره تبادل السفراء. وأوضحت المصادر ذاتها أن المحادثات مع كبار المسؤولين المغاربة لم تتوقف أبدا، والمشاورات المنتظمة تجري بين الجانبين بخصوص العديد من المواضيع. أما على الجانب المغربي فقد اختفى التكتم الذي طغى خلال الأشهر الماضية، مع وجود اتصالات سرية بين صناع القرار وممثلي فرنسا، قبل أن تصبح الاجتماعات علنية وموضوع بيانات صحفية. والأكثر إثارة للانتباه في هذه المعطيات هو اعتراف الدبلوماسيين الفرنسيين بافتقار العديد من الخطوات الباريسية تجاه المغرب للوجاهة، حيث اعترفت مصادر السفارة الفرنسية بوجود ندم على أشكال العنجهية وسوء التقدير. وأصبحت القناعة السائدة حاليا هي أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في التعامل مع المغرب كما فعلنا طوال 30 سنة الماضية. وأبرزت تلك المصادر أن من الأمور التي تندم عليها فرنسا هي مقطع الفيديو الذي نشره الرئيس إيمانويل ماكرون على حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عقب الجدل الذي دار بخصوص عدم قبول المغرب بعرض المساعدة الذي قدمته بلاده إثر زلزال الحوزي الذي خلف مقتل حوالي 3000 شخص، حيث تخاطب حينها المغاربة مباشرة، متجاوزا الملك محمد السادس وخارقا البروتوكول المعمول به بين رؤساء الدول. وأول أمس الخميس استقبل الملك محمد السادس سميرة سيطايل باعتبارها السفيرة الجديدة للمغرب في فرنسا، ضمن مجموعة من السفراء الجدد المعتمدين للمملكة في مجموعة من دول العالم، وذلك بعد فراغ دبلوماسي طويل امتد منذ إنهاء مهام السفير السابق للمملكة في باريس محمد بن شعبونة بتاريخ 19 من يناير 2023. وقبل ذلك كان الملك محمد السادس قد استقبل السفير الفرنسي كريستوف لوكورتي في 4 من أكتوبر الماضي لتقديم أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لفرنسا في الرباط، إذانا ببدء مهامه بشكل رسمي بعد انتظار طويل، حيث كان قد حل بالمغرب في دجنبر من العام الماضي، واستقبل من طرف وزير الخارجية ناصر بوريطة، لكنه ظل ينتظر موعد الاستقبال الملكي في ظل الأزمة المتصاعدة بين البلدين. وفي موضوع آخر، روجت وسائل إعلام جزائرية بيانا لوزارة دفاع الكابرانات حول مشاركة جمهورية مصر العربية وليبيا في تدريبات تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا إلى جانب جبهة بوليزاريو الانفصالية، في محاولة لإضفاء الشرعية على الكيان الإرهابي والتشويش على علاقة المغرب الوثيقة بالدولتين العربيتين.
ورغم إسهاب الصحف الجزائرية التابعة للطغمة العسكرية الحاكمة بالجزائر ومحاولتها إكساب هذه التدريبات أهمية كبيرة عبر تكثيف المواد الإخبارية حولها، إلا أن وسائل الإعلام المصرية والليبية لم تأتي على ذكر الخبر ولم تعره أي اهتمام سواء عبر وكالاتها الرسمية أو عبر الجرائد المحلية، في تعبير واضح لعدم رضاها على مشاركة الجبهة الانفصالية. واقتصرت الأخبار حول التدريبات على الرواية الجزائرية التي نقلت خبر احتضان القاعدة اللوجستية لقدرة إقليم شمال إفريقيا بجيبل بالناحية العسكرية الخامسة، مجريات تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا تحت عنوان سلام شمال إفريقيا 02 في الفترة الممتدة من 18 إلى 25 نوفمبر 2023، بمشاركة وفود ممثلة في الجزائر، مصر، ليبيا، وعصابة البوليساريو، وحضور كل من الأمين التنفيذي لقدرة شمال إفريقيا، بالإضافة إلى أعضاء من مفوضية الاتحاد الإفريقي وكذا إطارات من الناحية العسكرية الخامسة بدولة الكبرانات. يذكر أن وزارة الدفاع المصرية والليبية لم تتحدث عبر موقعهما الرسمي عن أي مشاركة من هذا النوع، كما لم يتحدث الحساب الموثق للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية على فيسبوك عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الجزائر تكرر من محاولتها بشكل فردي الربط بين البوليساريو وبين دول مجموعة قدرة شمال إفريقيا، وتحديدا مصر وليبيا، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول هذا التحالف. وفي موضوع آخر، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من يوم غد الاثنين 4 دجنبر 2023. فيما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من يوم غد الاثنين 4 دجنبر 2023، وذلك بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. فيديو الذي نشره الرئيس إيمانويل ماكرون على حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي إكس، عقب الجدل الذي دار بخصوص عدم قبول المغرب بعرض المساعدة الذي قدمته بلاده إثر زلزال الحوز الذي خلف مقتل حوالي 3000 شخص، حيث تخاطب حينها المغاربة مباشرة، متجاوزا الملك محمد السادس وخارقا البروتوكول المعمول به بين رؤساء الدول. وأول أمس الخميس، استقبل الملك محمد السادس سميرة سيتايل باعتبارها السفيرة الجديدة للمغرب في فرنسا، ضمن مجموعة من السفراء الجدد المعتمدين